السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم جي اوتو. بحال ديما كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله ملي تكونوا غادي تفرجوا في هذا الفيديو اللي غادي يكون على البيجو 208 ان شاء الله. غادي نشوفوا بعض لي ديتاي على هذا الطوموبيل هذه من ناحية الديزاين وراكم عارفين الديزاين الداخلي والخارجي، ولكن ما غاديش يكون معمق بزاف في هذا الكوتي هذا، يعني بحكم اننا درنا واحد الفيديو واحد اخر على الطوموبيل هذا اللي على الطوموبيل هذه عفوا اللي شفنا فيه الديزاين والاستيتيك والمسائل الاخرى ديال الطوموبيل. وانما الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه سورتو لي بوين فور ولي بوين فيبل ديال هذا الطوموبيل، المشاكل اللي لقاو الناس اللي خداوها والحوايج المزيانين اللي كاينين في هذا الطوموبيل من طبيعه الحال انطلاقا من تجربه ديال الناس اللي خداوها. بحال ديما حتى نتوما الا كنتو دوزتوا هذا الطوموبيل هذه ولا النسخه اللي قبل منها كتعرفوا كذلك شي واحد خداها لقى فيها شي مشكل شي حاجه مزيانه، خليو لنا الاراء والتجارب ديالكم كامله ان شاء الله في لي كومونتير. وكذلك اللي عنده شي اقتراح شي طوموبيل بغينا ندير عليها شي فيديو غير خليو لي كلشي في البلاصه ديال التعاليق، راني كنقرا كلشي وكنجاوب على كلشي. وما تنساوش تعابوناو معنا، وكذلك تقدروا تلتحقوا بنا على فيسبوك اجي اوتو، انستغرام اجي اوتو كوم، وكاين لو سيت اللي فيه معلومات اضافيه على الطوموبيل من لي بري لي زوبسيون الى اخره. اللي بغى يزيد يتعمق كيف ما قلنا يقدر يزور الموقع ديالنا www.agioauto.com، غادي تلقاو كل شيء لتحت في صندوق الوصف، غادي يديكم مباشره لهاد الطوموبيل هذه. دونك على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. وما تنساوش قبل ما نبداو انكم تعطونا واحد جيم الى عجبكم الفيديو من طبيعه الحال، وكذلك تلتحقوا بنا هنا في القناه اللي مازال ما ابونيش تابوني معنا. وعلى بركه الله نبداو بالواجهه الاماميه ديال هاد الطوموبيل هذه اللي صراحه يعني كتبان يعني بعجاله انها طوموبيل رياضيه سيتادين و كتهم الناس اللي باغيين واحد الطوموبيله اقتصاديه من ناحيه يعني الوقود، وكذلك لي بياس دو ريشونج ديالها نوعا ما كيكونوا رخاص. فكيبقى هذا ولا هاد السياره هذه يعني من بين احسن الاختيارات اللي متواجده. كيف ما قلنا عندها واحد الشكل اللي هو شكل رياضي، صغيره محدقه، ما غاديش تلقى معها مشكل مثلا في ستاسيونمون ولا في السياقه داخل المدينه. كيف ما قلنا ولا كيف ما كتشوفوا معنا الواجهه الاماميه ديال الطوموبيل بحالها بحال اللي كاينه في 3008 كاينه في 2008 كاينه في 308 حتى هي كذلك. المهم طوموبيلات جداد ديال بيجو كاملين فيهم هذا الديزاين هذا، مازال غير اللوغو اللي فيها شويه قديم، ولكن راه كاينه نسخه جديده ديال 2024 ان شاء الله غادي يكون فيها اللوغو جديد ديال بيجو. والا بغيتينو نديروا عليها فيديو غير قولوا عليها في التعاليق ان شاء الله ندير لكم فيديو عليها. الطوموبيله من الجنب ديالها ففيها 4 متر والارتفاع ديالها متر و40. الفينيسيون العامره ديالها اللي هي الالور فكتجينا بدي جونط 17 بوس، وكاين كذلك النسخ الاخرى اللي كيكونوا لونطري دو غام والموين كام فكيجيو بدي جونط اللي 15 و 16 بوس. كيف ما قلت لكم الديزاين الامامي ديالها جميل وجديد انوفون فاش خرج في الوقيته ديالو، يعني خاصه هذوك لي كرو ولا الانياب كانوا يعني عطاو واحد الشكل زوين وجديد للطوموبيل، ولات معروفه به لا غام ديال بيجو ولا السيارات ديال بيجو. اما الواجهه الخلفيه ديال الطوموبيل فما غاديش ندويو على الديزاين ديالها كيف ما قلت لكم بحكم اننا درنا فيديو قبل، وكذلك الطوموبيل بزاف منا شايفها وشايفينها مره وجوج وثلاثه وعشرة المرات في الشوارع، دونك عارفين الديزاين كيفاش داير. وانما غندوي لكم على الكفر ديالها اللي السعه ديالو هي 208 لتر، صغيره شويه صراحه. وإلا بغينا نقارنوها مثلا مع وحده من المنافسات ديالها اللي هي الكليو، فالكليو الكفر ديالها السعه ديالو هي 390 يطرو، دونك كيبان لكم بلي راه كاين واحد الفرق تبارك الله كبير. ندوزو دابا بعجاله نشوفوا الانتيريور ديال الطوموبيل ونبداو بالشكل ديال طابلو دبور اللي مخدوم مزيان، يعني كيخليك تحس باللي كاينه واحد المساحه كبيره في الطوموبيل. عندنا كذلك واحد ليكرون تاكتيل اللي الحجم ديالها مزيان فيها واحد 7 بوز كتفاعل مع الاندرويد اوتو وكذلك مع لابل كار بلاي. تحت منها كنلقاو دي بوطون اللي سموهم بيانو بيسكو الشكل ديالهم كيشبه البيانو ولا البوطونات ديال البيانو. وتحت منهم كنلقاو بلاصه لا غوشارج سون فيل. الفولون صغيور ديال بيجو اللي كيحافظوا عليه في جميع النسخ ديالهم، كاع لي فيرسيون ولا كاع لي موديل ديال بيجو كنلقاو عندهم هذاك لو فولون صغيور بحال هكا كيكون ملتي فون. وبزاف ديال الناس ما كيعجبهمش حيت كيجيهم صغير وكيطرك كذلك المعلومات اللي كيقدر يافيشي لك الطابلو دو بور. وبالنسبه للسياج فراهم مريحين نوعا ما، وكيكون لو سياج ديال الكوندكتور من طبيعه الحال في النسخه العامره كيكون الكتريك. اللور ديال الطوموبيل اللي فيه واحد المشكل بحكم ان الطوموبيله
يعني مضيقه شويه من اللور ونازله كذلك من اللور. فلو توا الا كنتي واحد شويه طويل فغادي يبقى يضرب لو توا ديالك الفوق مع يعني الراس ديالك مع لو توا، والجلسه كتكون نوعا ما مشكرفه. هذا الشيء اللي كاين على الانتيريور ديال البيجو. ندوزو دابا نشوفوا السيكوريتي والكونفور اللي كاينه في النسخه الخاويه. هذه النسخه الخاويه كتجينا ابي اس او اس بي، وكاين كذلك ديتيكسيون سو غونفلاج، كاين كذلك واحد الريغولاتور عفوا وليميتور دو فيتاس، وكنلقاو فيها جوج ديال لي زيرواغ. والصراحه الطوموبيل ناقصه من هذه الناحيه هذه، خاصه من الناحيه ديال لا سيكوريتي. قولوا لي انتم شنو بان لكم في هذه القضيه هذه في التعليق. ومن طبيعه الحال اللي بغى يعرف معلومات على لي فيرسيون الاخرين فراه لو بروميير لين اللي كاين في صندوق الوصف غادي يديكم مباشره لكاع النسخ اللي عندنا في المغرب، ومن طبيعه الحال وكاع لي زوبسيون ديالهم والازمنه ديالهم. الموتوريزاسيون اللي كاينه في الطوموبيل، ففي المغرب عندنا جوج ديال لي موتوريزاسيون. عندنا ليسونس وعندنا الديزل. ليسونس كتجيب محرك 1.2 اللي كيعطينا واحد القوه ديال 75 حصان، والكونسوماسيون ديالو تقريبا واحد 5.5 حتى ل 6 لتر لكل 100 كيلومتر. وكاين كذلك محرك ديزل اللي هو الان 6 اتش دي اي اللي كيعطينا واحد القوه ديال 92 حصان، وكيجينا بواط 5 ديال لي رابور، بواط مانيوال من طبيعه الحال، والكونسوماسيون ديالو تقريبا واحد 4 لتر لكل 100 كيلومتر. اما السرعه القصوى اللي كيقدر يوصل لها هذا المحرك هي 185 كيلومتر في الساعه. صراحه سرعه كبيره، هذا الشيء اللي غنقول لكم. والتسارع ديالو من 0 ل 100 فكيديروا في واحد 11 ثانيه تقريبا. ندوزو نشوفوا النسخ اللي عندنا في المغرب والاثمنه ديالهم، ومن بعد ان شاء الله نشوفوا لي بوين فور لي بوين فيبل. دونك اول نسخه معنا اليوم هي الاكسس اللي فيها محرك اسونس. هاد الطوموبيل هذه هي لونطري د غام، كتجي ب داكشي اللي شفنا قبيله، جوج ديال لي زيرباغ، ناقصه شويه من ناحيه الكونفور ومن ناحيه السيكوريتي. والثمن ديالها هو 14 مليون و300 عوض الثمن القديم اللي كان ساوي ولا كانت ساويه واحد 15 مليون و700. كما العاده الاثمنه بالدرهم غادي يطلعوا لكم امام كل نسخه. النسخه الثانيه هي هاد لاكسيس نيت، ولكن كيكون فيها محرك ديزل. الثمن ديالها قبل من لا برومو فكانت ساويه 18 مليون و200، ومن بعد البروموسيون ولات ساويه 16 مليون و400. النسخه المواليه هي البيجو 208 اكتيف. غنجيكم مباشره للثمن بحكم ان الموتوريزاسيون راه هي فيها موتور من طبيعه الحال مازوت، فكانت تساويه 19 مليون و900 ولات تساويه حاليا 17 مليون و900. النسخه الاخيره ونقدروا نقولوا عليها هذه هي العامره اللي كاينه في المغرب، هي البيجو 208 الوغ. فالثمن ديالها قبل من لا برومو كانت تساويه واحد 22 مليون نقل واحد 100 درهم، اما حاليا ومن بعد لا برومو فولات تساويه 19 مليون و200. شنو بان لكم في هاد لا برومو؟ انا صراحه جاني الثمن ديال داك العام هو اللي باقي، هادشي اللي كاين وهادشي اللي غنقول لكم. ما كاين لا برومو لا والو. على حساب الراي ديالي هما راه كيقولوا راه كاينه برومو هاد الثمن باش كنا كنبيعوا هاد الثمن جديد، ولكن انا كنقول لكم باللي الثمن باش كيبيعوا دابا هو الثمن باش كان كيبيعوا العام اللي فات. فمثلا هاد الالور اللي قلت لكم ساويه 19 مليون و200، فالثمن ديالها في العام اللي فات كانت ساويه 19 مليون و260 درهم. هادشي اللي كاين، 19 مليون و260 درهم. شوفوا حسبوا قارنوا الثمن، رجعوا شويه الفيديو شوفوا الثمن اللي قلت لكم دابا وقارنوه مع الثمن هذا. ندوزو نشوفوا نقاط القوه ونقاط الضعف ديال هذه الطوموبيل هذه، ونبداو بحال ديما بنقاط القوه. واول حاجه عفوا هو الديزاين، يعني اللي عجب بزاف ديال الناس. ما غاديش نقدروا نقولوا العكس بحكم ان الطوموبيله جات بواحد ديزاين جديد واتيرون عاطي العين. ثاني حاجه هو لورغانيزاسيون، يعني طوب فاش كتدخل، يعني كتسد عليك الطوموبيل وكتسد عليك لي فيتر، كتحس براسك طالع في طوموبيله متيوله محدقه، ديزاين زوين. كاين كذلك لانسونوريزاسيون ديال الطوموبيل حتى هي مخيره، يعني حتى هي نفس حاجه كتطلع كتسد عليك الباب ما كتبقى تسمع حتى شي حاجه على برا، شاده في راسها يعني في الطريق بخير. ما غتخش تحس براسك سايق طوموبيله نازله محدوره شاده في الطريق، تقدر تمشي بسرعه كبيره، ماشي ديك الكبوريه عاوتاني بزاف. المهم غادي تسوق وانت مرتاح. نشوفوا لي بوين فابل. اول حاجه هي الفولون اللي كيف ما قلت لكم ما عجبش بزاف ديال الناس وكيضرق المعلومات اللي كيافيشي لينا الطابلو دو بور. ثاني حاجه هي الكوفر الصغيور ديالها، صغير بزاف. ثالث حاجه هي حاليا ما كايناش الجي تي لاين ولا النسخه العامره ديالها، ما كاين حتى الالور. رابع حاجه هي لي برومو اللي ما
برومو ما حتى شي حاجه. هذا ما كان. الا بغينا نقطه طوموبيل نقدروا نعطيو واحد النقاط ديال 7 على 10. الناس اللي كاتبينها يعني ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم وبالمشاكل وبالحوايج المزيانين اللي لقيتو في هذا الطوموبيل تحت في لي كومونتير، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمه الله.